هذه قرية ملك الحبشة أصحمة بن أبهر المعروف بالملك العادل النجاشي. ارتبطت هذه القرية بتاريخ المسلمين منذ عام 615 للميلاد، حيث حث الصحابة رحالهم هنا بتوجيه من النبي الكريم عليه السلام. هذه البئر حفرها الصحابة عندما لم يجدوا ماء ليتوضأوا، وهذه أنقاض مسجدهم الذي بنوه قبل 14 قرنا. كل قطعة في هذا المكان تحكي قصصا وحكايات من تاريخ الهجرة الأولى. النجاش أولا يعني كان ملكا، ملك العادل، ملك الصالح، لا يظلم ولا يظلم. عنده استقبله اللي رفضوا عنه قال فيها حتى يجعل لكم فرجا مخرجا، فيها ملك العادل ملك الصالح في أرض الحبشة، في اسمه أدرآز ابن أبحور ابن أبجر. عن الرسول قال لكن إلى أصحمة النجاش، أصحمة من عطية الله، والنجاش الملكة يعني اللقب. تعتبر قرية النجاشي ملتقى لمسلمي إثيوبيا، ففيها يجتمعون مرات عدة في العام، كما جرت العادة أن تنطلق قوافل حجاج إثيوبيا من هذه القرية في رسالة رمزية تهدف إلى تذكير الأجيال الجديدة من مسلمي الحبشة بتاريخ جدهم الملك العادل النجاشي. كان الحجاج الأثيوبيون يذهبون إلى مكة انطلاقا من هذا المكان، ونرحب بالخطوة التي قامت بها الحكومة العام الماضي بإطلاق أول أفواج الحج من هذا المكان. وقرية النجاشي كانت مركز تجمع للحجاج من أرومو وأمهرة وعفر والصومال للذهاب إلى مكة عبر إريتريا وميناء مسوع. يرقد الملك النجاشي في ضريح رمم أخيرا بجوار مسجده، حيث يقصده عشرات الآلاف من المريدين وأتباع الطرق الصوفية سنويا لإقامة ما يطلق عليه حولية النجاشي تبركا وتقربا. ويصل عدد زوار القرية في هذه المناسبة التي تصادف 10 من محرم من كل عام إلى نحو 200,000 سنويا. من هذا المكان حظي الرعيل الأول من الصحابة بالدعم والحماية، ومن هذا المكان بدأ تاريخ الإسلام في كافة ربوع إفريقيا. شرف المكان وشرف الزمان، حظوة يتباهى بها مسلمو الحبشة ويورثونها أبنائهم جيلا بعد جيل. يسرى سراج، الجزيرة، من أمام مسجد النجاشي، إقليم تجراي.